بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي حياتك سهله وبسيطه. النهارده بقى باذن الله احنا معانا اخر روتين قبل العيد ان شاء الله، يا رب نرتاح كده. بس احنا ان شاء الله يعني طول ما عندنا اولاد كده ربنا يخليهم ويحميهم، ما وراناش راحه يعني، بس اخر تجهيزات العيد باذن الله. انا بقى دلوقتي دي الاوضه اللي على الشارع، هي كانت اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين كده، كانت اوضه ولادي يعني، حتى فيها رسومات بقى في الحيطه ميكي ماوس وحاجات من دي. فنقلت انا بيها فيها الانتريه كده، فهو بقى على الشارع، فقلت هو يبقى اخر حاجه خالص عشان هو اللي على البلكونه، الولاد بقى داخلين طالعين البلكونه كده، فقلت يخليه هو اخر حاجه. مسكت بقى نزلت دي المكتبه فيها انا مكان، كان عندي تحف كتير فيها خالص، بس ولادي الحمد لله يعني كسروها، فانا قلت بقى اما يكبروا بقى شويه كده وابدا بقى اجيب حاجاتي تاني واكمل باذن الله بقيت شقتي كده. رصه بقى فيها كده الزيادات اللي عندي حاجات، دي كله بقى كل ما اشيل حاجه كده تتكسر زي ما انتم شايفين، اتكسر مني حاجات كتير والله، ولادي الله يهديهم. انا بقى شلت كده الشلت بتاعه الانتريه دي كلها وطلعتها كده البلكونه. كنت بقى مطلعه المراتب، وكنت صراحه اليوم ده كنت تعبت جدا. نزلت بقى الحاجه كلها كده ومسكتها غسلتها زي ما عملت في النيش بالظبط، وغسلت بقى المفارش والازاز كله نزلته وغسلته ورصيته بقى زي ما انتم شايفين. دي اول ضرفه اهيت انا رصيتها، ورجعت بقى تاني شلتها كنت بجرب بس، ومسحت الاركان من تحت بقى رصيتها حلو خالص. وبعدين نقلت كمان جبت ده في الضرفه اللي يمت الاخر، لان انا ما كنتش بستعمله كتير، وطقم التوابل ده انا ملوش صراحه يعني استعمال عندي في المطبخ يعني، فقلت بقى ايه كل شويه كده حاجه تنكسر منه، فقلت اركنه بقى في المكتبه وخلاص. زي ما انتم شايفين الحيطه دي عشان هي على الشارع والولاد داخلين طالعين زي كلها كانت بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. مسكت الحيطه كلها الاوضه كلها، بس الذهبي ده كان من البياض مش راضي ايه يطلع، هو كان من الفضي والذهبي اللي في البياض ده، خلفيه الحيطه كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. انا بقى مسكته كله زي ما انتم شايفين، الحيطه كلها من اولها لاخرها زعفتها الاول، وبعدين بقى مسكتها كلها والبرواز لمعته كده، برواز فرحي بقى كده اللي انا بحبه. ومسكت بقى كل الشلت زي ما انتم شايفين كده، الاول نفضتها كلها ومسحت كل الانتريه، جبت فوطه مبلوله كده وعصرتها جامد خالص ومشيت عليه كده، وسبته بقى كده الاول طول النهار في الهواء لحد ما الشلت كده قعدت كده في الشمس شويه. ودي طيارات ابني الله يهديه، زقيت بقى الكنب زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى كتب بقى كده وحاجات والله غمضوا عينيكم لحد ما انا اكنس كل الحاجات دي والله. كل ما اشيل حاجه وبعملها على طول الاقي بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، كتاب كده، إيه عزكم الله، جزمه كده، اي حاجه زي ما انتم شايفين. انا بقى بكنسه كده، انا بكنس بايد واحده وبصور، ما كانش معايا حد من ولادي، فقلت بقى ايه انا هعمل بقى لوحدي كده زي ما انتم شايفين. ربنا يقوينا ان شاء الله كلنا جميعا. كل كنبه كده اشيلها الاول وامسح كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بقى ازقها تاني واتضير بقى على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهوت. بس اتغيرت بقى على الناحية التانية، دي كانت فلوس كنت بعت ولادي يشتروا لي حاجة كده، وبعدين رموا لي الفلوس وطلعوا الحمد لله يعني، الله يهديهم يا رب. برضو زي ما انتوا شايفين اهوت يا حبايبي، حتى الاطار بتاع الدهبي ده بتاع اللي كان ملفوف على الانتريه بنتي قطعتهولي كله، عايزه باذن الله هلزقه. بس انا هلبس بقى دلوقتي كسوه كده انا كنت عاملاها بتاعه الانتريه، كفر للانتريه، بس كنت مخيطاه يعني. واحد كان عاملهولي اللي هو بتاع الانتريهات والستاير وكده، كان عاملهولي ان شاء الله باذن الله. الكفرات الليكرا دي انا هجيب واحد باذن الله جديد. خلاص حبايبي انا كده خلاص، بدأت بقى اخلص اهوت. لو وصلت بقى معايا شجعيني كده وحطي لي لايك بالله عليكي، اللي بتقول اللي اتفرج مع عليا يحط لي لايك كده عشان اقدروا بقى تعبي، لان انا تعبت جدا في اليوم ده. خلاص بقى انا هجيب خلاص كنا قربنا بقى على بعد العصر كده، هجيب بقى الكسوة بعد بقى ما نفضتهم كويس خالص وسبته بقى ينشف زي ما قلت لكم. هجيب بقى طلعت الحاجة كلها اللي كانت مغسولة، الستاير والحاجات ديت الكفر بتاع الانتريه ده، هقعد بقى البسه كله كده. انا طبعا مسحت الارض كلها وقعدت انا بقى على الكنبة كده اللي اعملها اركنها كده في الارض لحد ما خلصت بقى كل الشلت اللي انتوا حضراتكم شايفينها ديت وخلاص.
ديرت بقى على الكنب وكله عملته يعني. وبعدين بقى دخلت مسحت البلكونة وجبت بقى السجاد فرشته. وفي اليوم ده انا فرشت بقى كل الشقة، هوريها لكم دلوقتي. شقتي يعني المتواضعة كده البسيطة، ان شاء الله بإذن الله نغير ونجدد فيها كده مع بعض. بس الحمد لله هي عجباني وجميلة. والمطبخ بتاعي زي ما انتوا شفتوه هو يعني مش كبير قوي، بس الحمد لله برضه راضية بيه وحمد ربنا الحمد لله. وبإذن الله ربنا كده يدينا ويديكم يا رب، ونعمل ونجدد مع بعض بإذن الله. هو كان ضيق شوية كده، بس أنا قعدت بقى أجيبه يمين وشمال كده لحد ما ظبطته يعني الحمد لله. وهو بيحافظ شوية على الأنتريه يعني يعني بيحافظ عليه من ولادي كده، لأن هما داخلين طالعين بقى على البلكونة وهم صراحة مش بيريحوني خالص يعني. الله يا رب يهديهم ويصلح حالهم كده يا رب في الأيام المفترجة ديت. ادعوا بقى لأولادكم كده ربنا يهديهم وإن شاء الله ويهدينا ويصلح حالنا كده. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة كده عيد الأضحى المبارك. كلنا كده عاده الله على الأمة الإسلامية بخير يا رب. نشجع بقى بعض كده وندخل بقى على عيد بقى كده واحنا مبسوطين وفرحانين يا رب كده بولادنا، ونقضي كده الأيام جميلة بإذن الله. خلاص كده هو زي ما انتم شايفين انا كده خلصت الأوضة، خلصتها بقى كلها. ورحت بقى انا افرش بقى بقية الشقة اوريها لكم بقى بعد ما فرشتها. خلاص كده حبايبي، الإضاءة بس كانت هنا غامقة شوية كده. انا بقى خلصت زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. دايرت بقى على بقية الأوض كده. دي بقى الصالة كده احنا بنقعد فيها ساعات. خلاص كلها فرشتها وعلقت كده الستاير والسجاد بقى اللي كنت غسلاه. دخلت على أوضة الولاد كده هتشوفوها دلوقتي. وطلعت لهم، كنا خلاص بقى بالليل حضرت بقى التسالي بقى بتاعت اول يوم العيد كده وبس، ما ظهرتش بقى باذن الله نشوفها بقى مع بعض. وفرشت كله اهوت. والولاد بقى حضرت لهم لبسهم كده عشان يدخلوا بقى في الاوضه التانية. طلعت لهم كل اللبس بتاعهم اللي احنا اشتريناه، اشتريته لهم كده. ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب. هتشوفوا بقى زي ما انتم شايفين كده انا رحت بقى الاوضه اللي هناك. خلاص دي اوضتي انا بقى، مسكت اللي خلصتها وطلعت بقى الولاد كده لبسهم عشان بقى يدخلوا كده يغيروا يلبسوا بقى لبس العيد كده ويفرحوا. خلاص يا حبايبي كده الفيديو بتاعنا كده خلص. انا بوريكم بس هدوم كده الولاد اهمت. خلاص الفيديو بتاعي خلص كده. لو عجبكم ما تنسوناش بقى في اللايك والشير. ولحد ما اشوفكم هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.